السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. من أجمل وأروع الوصفات الفراخ اللي أنا عملتها واللي أنت كمان ممكن تعمليها، بجد رهيبة. يعني أقول لكم اللحمة بتاعتها الزبدة، الطريقة مختلفة جدا. على فكرة يا بنات، مش الطريقة ماهيش دسمة. بالنسبة اللي هم اللي بيعملوا نظام غذائي أو كده، برضه هتنفع وياهم وهتبقى جميلة جدا. تعالوا يلا، صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف الطريقة بتاعتنا هنعملها ازاي. ما تنسوش اللايك والاشتراك. انا عندي وراك فراخ، هبدأ اخليها كده من الجلد بس. انا هشيل الجلد بس يا بنات. تمام، شايفين بص في منتهى السهولة بايديكي، من غير اي صعوبة خالص. ممكن تتشال الجلد، بتفصل الجلد عن اللحمة على طول. بعد ما شلت انا الجلد كده من الوراك عندي كلها، هبدأ اعمل فيها فتحات بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. تمام. اعملي بقى الكمية الاوراق اللي انت عايزاها، او ممكن فرخة سليمة نفس الطريقة. انا عندي بقى لكل وركه هيبقى معلقه زنجبيل فريش. هنا 3 معالق كبار زنجبيل فريش. ده مهم جدا. دلوقتي ده موجود في كل مكان، في اي سوق هتلاقيه، اللي هو الزنجبيل فريش. عند حتى اللي هم اللي بيبيعوا الخضار بيبقى موجود عندهم. انا عندي 7 فصوص توم كبار، برضو مفرومين. عندي ليمونه كبيره كده فيها ميتها كتيره، او ليمونتين صغيرين لو ما فيهاش ميه كتير عندك. تمام. البهارات عندنا بسيطه جدا. انا عندي فلفل اسمر، توم وبصل بودر، وعندي بابريكا طبعا، والملح ده حسب الرغبه. تمام. بس انا حطيت حوالي معلقه صغيره، معلقه وربع صغيره. وعندي بقى المكون هنا الرئيسي الحليب، كوب حليب. ابدا اقلب بقى فيه اللي هي الاوراق بتاعتي كده بالشكل دوت. وهسيبهم قد ايه يا حنان في التتبيله؟ هسيبهم حوالي من نص ساعه لساعه، على حسب الوقت اللي موجود عندك. بعد كده شايفين انا بنشيلهم خالص من التتبيله بتاعتي. وبعد كده انا عندي ده نشا يا بنات. انا هاخد حوالي نص كوب نشا، هحط كده بس يعني معلقه في الاول كده في الطبق بتاعي. وبعد كده هاخد من النشا واحط عليه من فوق كده. تمام. ده برضو خطوة مهمة جدا. يقول لي ممكن دقيق، لا خليها نشا أفضل. النشا بتدي نتيجة أفضل وأحسن. طبعا النشا اتبعتر مني على الرخامة. هنظبط دلوقتي وهنعمل في الكمية التانية. تمام. اهوت احنا عملت كده، بس مسحنا بقى الرخامة كده، ظبطنا الدنيا. وهنعمل باقي الأوراق بالنشا. مهم جدا اللي هي المرحلة دي. طيب بعد كده تعالوا نشوف بقى احنا تكملة الوصفة بتاعتنا بعد ما خلصناها. انا عندي صينية سخنة جدا. هحط مع يعني 3 4 معالق زيت يعني حلوين، ومعلقة سمنة كبيرة كويسة كده بلدي، يعني عشان برضو بالطعم، عشان الاكل انا عايزاها يبقى كلها ايه، جميلة كده وطعمها حلو. اهم حاجة بس الطاسة الصينية سخنة. وهنستنى لغاية الزيت والسمنة ما يسخنوا برضو على نار عالية، علشان الفراخ بتاعتي ما تلزقش في الصينية. هسيبها بقى وعشان تاخد صدمة وهتاخد لون جميل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين دي صينيه اهيت ما لزقتش فيها الفراخ بتاعتي ولا اي حاجه فيها. طيب التتبيله بقى، بقت التتبيله بقى انا عندي هحط ايه الاضافات. انا عندي 3 معالق صويا صوص اللي هو الغامق. لو عندك اللي هو الفاتح حطي 4 معالق. زيهم كاتشب. انا حاطه هنا برضو 3 معالق كاتشب كبار. تتبيله تحفه بجد، خطير يعني. والله الطريقه ديت لازم تجربوها، لانها فعلا فرقت خالص مع الفراخ. وهنا معلقه عسل ابيض كبيره. طب ما عنديش عسل ابيض، ممكن تحط عسل اسمر مكانه. بس لو عندك العسل الابيض حطيه، اجمل واطعم كمان. وهنا نص كوبايه ميه. هبدا احطها كده على الفراخ وهبدا اقلبهم، علشان الصوص كله يتداخل كده مع الفراخ بتاعتي. دلوقتي بقى وانا بقلب النار هاديه. الاول كانت النار عاليه عشان ما يلزقوش الفراخ، دلوقتي بقى النار هاديه. هسيبهم مع البوتاجاز حوالي دقيقتين 3 يشربوا من التتبيله بالشكل ده. وهحط التتبيله كلهم في الفراخ من فوق ومن تحت. طب في طريقتين بقى للتسويه. ممكن هتسويهم كده من فوق البوتاجاز، بس يبقى نار هاديه جدا، نار هاديه جدا عشان الفراخ تستوي. هتغطي الصينيه بتاعتك وعلى نار هاديه جدا. هتقعد حوالي نص ساعه او اكتر، حسب وزن الفراخ عندك، او وزن الوراك، او لو فرخه سليمه انت مقطعاها، وهكذا يعني. تمام. بس انا هسويها في الفرن. هغطيها كده بعد ما حطيت حوالي دقيقتين 3 على النار زي ما انتم شفتم. هغطيها ورقه فويل واحطها في الفرن على حراره 200 في الرف الاوسط. هتاخد تقريبا برضو نفس الوقت بالنسبه للسوى، من نص ساعه، او ممكن ساعه كمان الا ربع. ولو عندك الوراك يعني تخينه شويه او مليانه شويه، ممكن تكمل للساعه. اهم حاجه تختبري الاكل بتاعك قبل ما تطلعيه من الفرن، على ان اللي هي وقت السوى ده بيبقى نسبي يا بنات. ممكن عشان
الحراره بتختلف من الافران كلها. تمام. شايفين بقى الجمال والروعه، طلعت في منتهى اللحمه هنا. عايزه اقول لكم بصوا يعني زبده بجد، زبده يعني. عمري بصراحه ما شفت اللي هي اجمل من الطريقه ديت بالنسبه للفراخ. وعندك الطريقتين، تسوي على البوتاجاز او تسوي في الفرن، ما فيش مشكله خالص. طعمه ولذيذه وجميله، ما هيش مسكره يا بنات، لكن طعمها فظيع مختلف وجميل. شايفين الحشو ده؟ يعني انا نسيت اقول لكم ان اللي هي اللي في الطاسه ديت الاسمر ده الصوص يا بنات، ما هيش محروقه ولا حاجه، ده صوص. شايفين؟ انا حطيته كده في الطبق. الف هنا، يا رب الفيديو ينال رضاكم، والسلام عليكم. وتنفذوا، والسلام عليكم.